السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل متابع جديد انضم لقناتي. فيديو اليوم رح نعمل الشاورما بطريقة جديدة ومختلفة. رح نعملها بالصندويش العادي وبخبز الهمبرجر، طريقة سهلة وبسيطة. مكونات الشاورما هاي كل المقادير اللي أنا بستعملها في تتبيل الشاورما. طريقتي هاي ثابتة، لكن اليوم طريقة التقديم شوي مختلفة. عندي هون كيلو من صدر الدجاج، غسلته ونظفته منيح. يلزمني ملعقة من اللبن أو الياغورت، ملعقة من معجون الفليفلة أو دبس الفليفلة، ملعقة صغيرة من دبس البندورة. هاي دبس الفليفلة شغل البيت، رح أترك الرابط في صندوق الوصف. ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ملعقة من الكاري، ملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة من الزنجبيل البودرة، ملعقة بابريكا، ملعقة كركم، رشة الهيل، وملعقة ملح. هاي كل البهارات اللي أنا بستعملها. بدنا شرائح ليمون، فنجان قهوة صغير زيت، فنجان الخل الأبيض أو أي نوع بتحبوه، نصف فنجان دبس رمان ما يعادل ملعقتين طعام. طبعا هذا اختياري، بإمكانكم تستغنوا عنه. أول شي أنا بدي أقطع صدر الدجاج. هاي المرة أنا بدي أتبله بتتبيلتي نفسها، لكن بدي أقدمه بطريقة تانية. أنا بالمرة الماضية سويته على طريقة الأسطوانة وحطيتها بالفريزر قبل بليلة. أما اليوم أنا بس بدي أكتفي بساعة تتبيل، وبعد الساعة رح أطبخه. طبعا أنا هلا هيك عم أقطع صدر دجاج لشرائح، لازم تكون شوي رفيعة، ما تكون كتير سميكة، لأنه أنا قلت لكم رح أتبلهم مجرد ساعة واحدة فقط أو ساعتين، وبعدها بدي أقلي. هيك لحتى نتأكد إنه الدجاج ياخد معنا التتبيلة بشكل أسرع، لازم تكون هيك شرائح دجاج رفيعة رقيقة يعني. هلا بننزل عليه البهارات والثوم، دبس الفليفلة والبندورة واللبن، دبس الرمان طبعا هذا خياري، الزيت أنا بحاجة الزيت لأنه أثناء الطبخ أنا ما بضيف الزيت، والخل لحتى نقضي على زنخة الدجاج، مع إني أنا نظفته كتير منيح. هلا بدي أخلط المكونات لحتى أتأكد إنه كل الدجاج اتبل معي بالتتبيلة اللي أنا جهزتها. هلا بدي أعصر هيك الليمون وأحطه مع الدجاج، راح أتركن هيك وأخلطن لحتى ناخد النكهة من قشر الليمون. راح أغطيه بنايلون غذائي أو الستريتش الغذائي وأتركه لمدة ساعة أو ساعتين. أنا ما كان عندي وقت كتير، تركته بس ساعة واحدة. جبت المقلاية حطيتها على النار من دون إضافة أي مواد دهنية، مجرد بدي أكتفي بالزيت اللي حطيته مع تتبيلة الشاورما. هلا بنزل الشاورما بالمقلاية، راح أشيل أول شي قطع الليمون أتخلص منها كلها. شايفين المقلاية لازم تكون هيك شوي حامية. بنقلب قطع الدجاج أو الشاورما. نستمر بالتقليب لحتى نحصل على هاي النتيجة. هيك نشفت كل المي. هاي العصارة هاي أنا رح أستفيد منها للساندويش. هذا الزيت اللي طلع من الدجاج من الشاورما نكهته غير شكل. رح أختبر الطبخة. هيك صار معي جاهز، مستوي لكن ساخن كتير صراحة. هلا رح أتركه على جنب وأجهز باقي المكونات. جبت مخلل الخيار، طبعا هذا شغل البيت كمان. المايونيز، كريم الثوم بدون بيض، رائع جدا. شوفوا قوامه ما شاء الله. وهذا أنا عملته من أكثر من أسبوع وحاطته بعلبة بالبراد. طبعا البطاطا المقلية ما في داعي إني أطول الفيديو، هيك أنا قليتها وجهزتها.
هذا خبز البرجر أنا جهزته كمان، حطيته هيك بصينية. هلا هيك كلياتن فتحتن لتسهيل العملية وتسريعة. هلا بدي أوزع المايونيز أو كريمة ثوم على الخبز كاملا. أنا هيك بشتغل، بحس إنه هيك بيكون أسرع. حبيت إني أغير شوي الشكل من الشاورما المعتادة بالخبز العادي أو بخبز التورتيلا، حبيت إني أعملها بخبز الهمبرجر. عن جد طعمته طلعت بتجنن. هلا بدنا نضيف فوق المايونيز الشاورما، تحطوا الكمية اللي انتو بتناسبكن. طبعا هي قطع الهمبرجر الخبز ما كانت كتير كبيرة، فما قدرت اني اضيف اكتر يعني. حطيت هاي الكمية من الشاورما. هلا بدي اوزع البطاطا المقلية. بامكانكم تستغنوا عن البطاطا، لكن بصراحة انا عيلتي كتير بتحبها مع الشاورما. طبعا مو شرط تكون هاي طريقتي هي الصحيحة، لكن انا هاي الطريقة اللي عيلتي بتحبها. هلا بدي اوزع المخلل، انا قطعته لشرائح. هلا هيك بإمكانكم تكتفوا، لكن أنا بحب إضافة الكاتشب صراحة. نحن كتير بنحب الكاتشب مع الشاورما، مع إنه في ناس ما بتحطه أبدا، لكن نحن مثل ما ذكرت أنا الطريقة اللي بتناسب عيلتي بشتغلها. وبالأخير الطبخ نفس. هلا هيك أنا سخنت الشواية. رح نجيب العصارة اللي طلعت معانا أثناء طبخ الشاورما، هذا الزيت عن جد هذا بيعطي طعمة وبيعطي القرمشة واللون الذهبي للساندويش. هلا هيك أنا حطيت خبز الهمبرجر أو الساندويشات الشاورما. رح أرجع أوزع على الوجه مثل ما شايفين، مثل ما واضح بالفيديو تماما. رح أوزع من الزيت أو العصارة اللي طلعت معي، ورح أسكر عليها. رح أترك لمدة دقيقتين أو 3. أنا زاد عندي شاورما، وقررت إني أعمل كم سندويشة من الخبز العادي. كمان جبت رغيف الخبز العادي العربي، راح أضيف عليه المايونيز بهاي الطريقة. راح أدهن المايونيز أو كريم الثوم. بوزع البطاطا بهذا الشكل، والشاورما نضعها هيك. طبعا الكمية مثل ما أنتم بتحبوا. ما نجيب المخلل كمان ونوزعه كمان هيك شوية كاتشب، بيعطي طعمة بتجنن. هلا هيك بنسكرها من الجانب ومنلفها بهذا، يعني شغلة كتير سهلة وبسيطة إن شاء الله ما بتتعذبوا فيها. شوفوا سهلة وبسيطة، وأسرع من هيك ما في. هلا هيك سندويشاتنا همبرجراتنا أو شاورمتنا صارت جاهزة بخبز الهمبرجر. لذيذة كتير وطيبة وسريعة، والأولاد كتير بيحبوها. وهي السندويش اللي صار معي أنا، صاروا معي 3 سندويشات. هلا هيك بعد ما زينتن بالفليفلة والليمون وحطيت شوية بطاطا وشوية مخلل اللفت، قطعت السندويشات. شوفوا اللون الذهبي بسبب العصارة اللي طلعت من الشاورما. هاي وصفة الشاورما بخبز الهمبرجر بطريقة سهلة وبسيطة، مكونات إن شاء الله موجودة بالبيت. بتمنى منكم إذا لسه ما اشتركتوا بالقناة تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع أهلكم وأصدقائكم حتى تكبر قناتي توصل أكبر عدد من المشاهدين. وما تنسوني بالضغط على زر اللايك حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات. بتشكركم كتير على دعمكم. لا تنسوا الاشتراك بحسابي بالتيك توك وحسابي بالإنستغرام، رح أترك الروابط في صندوق الوصف. انتظروني فيديو جديد، وصفة جديدة، وأكلة جديدة، وبانتظار تعليقاتكم وآرائكم واقتراحاتكم. وأهلا وسهلا فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.